أم عامر عبر الفيحاء، والتي دعت من خلالها الحكومة المحلية في المحافظة إلى تحقيق حلمها وتمليكها قطعة أرض في وطنها، استجاب للنداء إذ خصص لها أرضا تشيد عليها دارا لها ولعائلتها. بعد أن ناشدت أم عامر من خلال الفيحاء الفضائية حكومة البصرة المحلية لغرض الحصول على قطعة أرض، استجاب محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد إلى نداء أم عامر وزارها اليوم. وأكد عبد الصمد على أن أمنية أم عامر ستتحقق قريبا، خاصة وإن المحافظة ستخصص لها قطعة أرض قريبا. أريد منك شو تسوي لي؟ أريد مسك، لا هي وصلت أرض لا هي بعد منك. أعتقد رعاية هذه الطاقة واجب وطني وأخلاقي وشرعي. أكو واحد محافظ الجمعة، خلي نعوز ما يرجع وليه. وين أروح وياه وليه؟ هم جعلوها هذا عراقي، كان قبل مظلومين وهسه مظلومين. أم عامر التي تطل من خلال الفيحاء الفضائية يوميا وهي تنادي بعبارات عفوية تختزل من خلالها المعاناة اليومية للمواطن العراقي، وها هي اليوم تذكر بأن لها حق في هذا الوطن، خاصة حق السكن. إذن استجاب محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد إلى مناشدة أم عامر، وحصلت على قطعة أرض في وطن تدعو له أم عامر باستمرار من خلال الفيحاء الفضائية بالنجاح والتقدم والازدهار بعيدا عن ولية الغمان. طالب البديري، الفيحاء، البصرة. الجدير